باستنكار وإدانة افتتح حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين مؤتمره الصحفي الذي عقده بنقابة المحامين بعد رجوعه من الدار البيضاء لحضور اجتماع اتحاد المحامين العرب لتنصيبه رئيسا جديدا للاتحاد، وهو ما تم بصعوبة بالغة بعدما ذكر عن تدخل النقيب السابق سامع عاشور لعقلة ذلك. كان الشكل العام للمصريين خارج مصر ما كانش بالصورة الجيدة، وهو اللي وضعنا في هذا الموقف الحرج واللي احنا حاولنا نعالجه بكل قوة، ولكن كان العرب كلامهم لا يجب على المصريين أن يصدروا مشاكلهم إلى المغرب، وإذا أردتم أن تحلوا هذه المشاكل حلوها داخل مصر. ده تحدي لإرادة المحامين وتعدي على الشرعية اللي أفرزت نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين. فما حدث هو إهانة لإرادة المحامين وإهانة لمصر بصفة عامة، لأن هي بقوة القانون نقيب المحامين المصري هو رئيس اتحاد المحامين العرب. وأكد خليفة أن عاشور حاول إبعاده عن رئاسة اتحاد المحامين العرب عن طريق نشر مطبوعات الطعون القضائية بخصوص الانتخابات الأخيرة، وهو ما أوهم الجميع أن المجلس الحالي للنقابة باطل. النقيب وبعض الناس المنتخبين من قبل الجمعية العمومية عبروا عن إرادة المحامين في رئاسة اتحاد المحامين العرب، وقالوا كلمتهم وقالوا كلمة محامين مصر. إذا كان في خلافات بيني وبين حد المفروض ان انا احصرها داخل بلدي، لكن لا انقل الخلافات داخل البلد ولا اجازف باسم مصر. يعني ايه اسم مصر؟ يعني ايه ينتقل مقر اتحاد المحامين العرب اللي من سنة 44 وهو في القاهرة؟ يعني ايه ينتقل دولة عربية تانية؟ نحن في حالة من الارتباك الشديد أن يصل هذا التصرف إلى أنه يسيء لسمعة المحامين المصريين، وهم رواد في هذا التاريخ ومعلمين لكل المحامين، وكانت هي مدرسة المحاماة أصلا في مصر. وأوضح خليفة أن السفارة المصرية لعبت دورا كبيرا بتدخلها لعدم نقل رئاسة الاتحاد التي تولتها مصر منذ عام 1944، مؤكدا أنه سيواجه الأمر بكل حزم من خلال التحقيق فيما حدث. اختلافات وصراعات جمة عصفت بنقابة المحامين المصرية بين مؤيد لهذا الفصيل ورافض لذاك، إلا أنهم صدروا هذه الصراعات حتى كادت تودي برئاسة مصر التاريخية لاتحاد المحامين العرب، لتتحول الاختلافات فيما بينهم لجمرة نار تأكل كل ما تقابله. من نقابة المحامين المصريين